الواد ارتيتا ده غريب جدا، يعني اللي فاكر ارتيتا وهو بيلعب ده كنت تحس ان هو بيلعب ببدله وجرافطه وكان رسام على صغير كده، لاعب اسباني رايق يعني، واللي يشوفه هو مدرب يحس ان دماغه دي انشف من دماغ الصعيد، يعني هو مصمم على اللي في دماغه سواء انت متفق معاه ولا مش متفق معاه. عاوز ينزل يلعب هجوم ويمتعك هينزل يلعب هجوم ويمتعك، عاوز ينزل يخنق الفرقه اللي قدامه ويسيطر عليها هيعمل كده، عاوز ينزل يخنق الفرقه اللي قدامه ويدافع هيعمل كده، وزي ما شفناه عمل قدام ليفربول وكرههم في حياتهم وما خلاهمش يعملوا هجمه واحده على الجول، وكسبوا الماتش بالكره الثابته اللي جت في الاخر، وكانت كره ثابته اسطوريه. فانا كل مره اجي اقول ارتيتا خلص اللي عنده وما عادش في حاجه يقدر يقدمها للفرقه دي، الاقي كل مره بتطلعنا غلطان. يعني هو بصراحه وصل ارسنال لمستوى مرعب في الدوري الانجليزي، قادر ينزل قدام اي فرقه وقدام اي حد ويسيطر على الماتش ويعمل اللي هو عاوزه، وهو بصراحه منقي اللعيبه اللي مناسبه الطريقه بتاعته. بس ايه ده زوباميندي اللي انت بتعمله في الملعب ده؟ يخرب بيت حلاوتك. الجون الاولاني ايه ده؟ يلا انا بحب الاجوان دي جدا، ممرجح رجلك ومدها زي ما الكتاب بيقول، اللي يشوفها يقول رايحه في نص الجون، بس انت عاملها ايه؟ رايحه بس هي اول ما تقرب من ايد الجون تلف وتخش جون، غير ان انت لاعب تقيل قوي في وسط الملعب يعني. والواد ايزي ايزي بقى زي ما انتوا عاوزين تقولوا عليه قولوا، الواد الكره تحت رجله ايزي فعلا، لا لاعب تقيل ولاعب راسم، وعاجبني قوي ان هو مش مستعجل، مش فارقه معاه، ممكن تحس ان في حرب جنبه شغاله وهو مش في دماغه اصلا. شكله واد رايق وفعلا شكله هيبدع مع ارسنال، بالذات بقى ان في عنده حته كده عاوز يثبتها لارسنال وجماهير ارسنال، ان انتوا ازاي فرطتوا فيا وانا صغير، بس مش عشان يعاندكم يعني، ده هو عاوز يثبت فعلا ان هو لاعب كبير وكان يستاهل ان انتوا تصبروا عليه. فالواد ده بيحب الفرقه ولسه شكلنا هنشوف منه ماتشات حلوه كتير. بس ارسنال فعلا كده شكله بيقدم لنا شخصيه البطل في الموسم ده، بيمشي الماتشات زي ما هو عاوز يلعب ويكسب هيلعب ويكسب، عاوز يكسب من غير ما يلعب برضه هيكسب من غير ما يلعب، وده بصراحه ما بنشوفهاش الا في الابطال. فمستنيينكم نشوفكم اخر الموسم هتعملوا ايه.